فنانين تركوا دينهم من أجل الحب والجواز. انتصر الحب على الدين، رغم ان الدين من الثوابت التي لا يمكن التفاوض عليه أو المساس بيه. بعضهم غير دينه من اليهودية والمسيحية إلى الإسلام من أجل الجواز من عشيقته أو عشيقها، حتى إنهم قالوا إن الدين لله والحب للجميع، ومنهم من تزوج وفضل كل واحد على دينه. الفنان يحيى الفخراني مسلم الديانة، زوجته السيناريست لميس جابر مسيحية، وكانت زميلته في كلية الطب. تعرف عليها يحيى الفخراني في أحد الأيام على المسرح الجامعي، واتجوزوا وأنجبوا ولدين وعايشين مع بعض كل واحد على دينه. الإعلامية وفاء الكيلاني اتجوزت من توني ميخائيل في 2008 رغم إنه مسيحي، عليه أثناء عملها في قناة ART، وبدأت العلاقة بصداقة وعلاقة حب. قرروا الجواز جواز مدني، هي مسلمة وهو مسيحي. جابت منه جودي وريان. أما الفنانة لبنى عبد العزيز ورمسيس نجيب كان مسيحي. المنتج رمسيس نجيب قل عن ديانته المسيحية من أجل الجواز من لبنى عبد العزيز. اتجوزوا سنة 1957 وتم الطلاق بينهم. الفنان عمر الشريف كان يهودي الديانة، والفنانة فاتن حمامة مسلمة. تخلى عمر الشريف عن دينه اليهودي وتزوج من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة سنة 1974. الفنانة ليلى مراد كانت يهودية الديانة، والفنان أنور وجدي مسلم. بعد الجواز من أنور وجدي دخلت الفنانة ليلى مراد الإسلام، وظلت مسلمة حتى بعد طلاقها منه، وماتت مسلمة. الفنانة سهير البابلي قرر الموسيقار منير مراد الجواز منها، وهو كان يهودي الديانة ومتجوز قبليها من امرأة يهودية. كان منير مراد بعد حبه لسهير البابلي قرر إنه يدخل الإسلام عشان يتجوزها، وبالفعل دخل الإسلام وتمت الزيجة بينه وبين سهير البابلي، وبعد كده تم الطلاق بينهم. فضل منير مراد مسلم، مات على الإسلام. الفنانة سامية جمال الرقاصة والممثلة اتجوزت من شيبارد كينج الأمريكي اللي قابلته في باريس، وترك الديانة المسيحية واعتنق الإسلام وسمى نفسه عبد الله كينج، واتجوز من الفنانة فراشة السينما المصرية سامية جمال. أما الفنانة ديانا حداد كانت مسيحية الديانة واتجوزت من سهيل العبدول المخرج والمنتج السينمائي. ديانا حداد وقعت في حبه وغرامه، اتجوزوا، وبعد الجواز أسلمت على إيديه، رغم انفصالهم إلى أنها ظلت مسلمة وتقيم شعائر الدين من صلاة وصيام وعبادة وحج وعمر. فنانة مايا دياب، فنانة لبنانية، جوزت المسلم عباس ناصر رجل الأعمال المصري. تمنعها اختلاف الديانة. مايا دياب مسيحية الديانة وهو مسلم، أنجبوا بنت. البنت على الديانة المسيحية زي والدتها. الفنان اللبناني عاصي الحلاني جوز من كوليت بولس. عاصي الحلاني مسلم وهي مسيحية. كوليت بولس عارضة أزياء مسيحية الديانة، لكنه استجاب لنداء القلب. اتجوزوا وأنجبوا. كارول سماحة اتجوزت من وليد مصطفى، هي مسيحية الديانة ورجل أعمال مصري ومسلم. اتجوزوا في قبرص وأنجبت منه تالية. نقول إن في الدين الإسلامي المسلم يتجوز من كل الديانات، أما المسلمة ما تتجوزش إلا مسلم. إن نتحايل على الدين ونقول جواز مدني ده غير معترف بيه. مفيش حاجة في الدين الإسلامي اسمها جواز مدني. إن مسلمة تتجوز من مسيحي بقى تقليع وموضة. إن الرجل في الشريعة الإسلامية لما يتجوز المسيحية ولا يهودية بيرغمهاش على دخول الإسلام، وإن دخلت الإسلام بتبقى رغبة منها هي. وده اللي احنا عارفينه وتعلمناه وعشنا عليه وهنعلمنا أولادنا عليه.